مرحبا بنات. كثير من الفتيات يحببن المكياج، وأنا أعشق رؤية شغفكن به، لكن أحياناً دون أن تدركن يقعن في أخطاء بسيطة تفسد الإطلالة وتجعل المظهر غير طبيعي أو أقل جاذبية. لا تقلقن حبيباتي، فكلنا نتعلم من أخطائنا. في هذا الفيديو على قناة شوفوها سنكشف لك أهم الأخطاء الشائعة في المكياج ونحولها لفرصة نتعلم منها سوا. سأكون صريحة معكن وأشارككن نصائح سهلة لتجنب هذه الأخطاء والحصول على إطلالة مثالية طبيعية وتبهر الجميع. مستعدات لتكون إطلالتكن دائماً على نقطة من الجمال؟ لنبدأ. أول خطأ شائع هو اختيار درجة فاونديشن غير مناسبة للون البشرة. اختيار درجة أفتح أو أغمق يحدث فرقاً شاسعاً ويجعل الوجه يبدو كقناع. جربي الفاونديشن على خط الفك لديك. اختاري درجة قريبة من لون بشرتك الطبيعي. تذكري، الهدف هو توحيد لون البشرة. جربي الفاونديشن في ضوء النهار الطبيعي. وإذا كنت محتارة، اختاري الدرجة الأفتح، ويمكنك تعديلها بالكونتور والبرونزر. تذكري، الفاونديشن هو القاعدة، والقاعدة السليمة تعني نتيجة رائعة. نعم، الكونتور يمنح الوجه تحديداً جميلاً ويبرز ملامحه، لكن كل شيء يزيد عن حده ينقلب إلى ضده. فإن زاد الكونتور عن الحد فقد يصبح واضحاً ومبالغاً فيه، خاصة تحت الإضاءة القوية، ويعطي نتيجة مصطنعة بدلاً من الطبيعية. الطريقة الصحيحة لاستخدام الكونتور هي الدمج الجيد، واستخدمي كمية صغيرة في البداية ثم زيديها تدريجياً حسب الحاجة. لا تنسي دمج الكونتور مع الفاونديشن بشكل جيد للحصول على مظهر طبيعي غير مصطنع. نصيحتي لكن هي استخدام فرشاة مائلة ذات شعيرات ناعمة لدمج الكونتور بشكل دقيق وسلس. وتذكري، الهدف من الكونتور هو إبراز جمال ملامحك بشكل طبيعي وليس تغييرها كلياً. كونتور بمنتهى الذكاء لإطلالة ناعمة وجذابة. الحواجب هي إطار الوجه، ولكن رسمها بطريقة قاسية وبخطوط حادة وألوان داكنة جداً قد تعطي مظهراً قاسياً وغير طبيعي ويفقدها جمالها الطبيعي. بدلاً من ذلك، استخدمي بودرة أو قلماً ناعماً لرسم الحواجب، وابدئي بتمشيطها بفرشاة حواجب لتحديد شكلها الطبيعي. ثم املئي الفراغات بخطوط خفيفة متقطعة لتبدو طبيعية أكثر. لا تنسي دمج اللون جيداً بفرشاة حواجب نظيفة للحصول على مظهر متجانس. وإذا كنت تفضلين استخدام قلم الحواجب، اختاري قلماً ذا رأس رفيع لتمكنك من رسم خطوط دقيقة وتحديد الحواجب بدقة. كوني فنانة في رسم حواجبك، واجعليها طبيعية وجذابة. Chapter 4: البودرة، تثبيت لا إخفاء. صحيح أن البودرة ممتازة لتثبيت المكياج وإضفاء لمسة مطفأة على البشرة، لكن الإفراط في استخدامها قد يؤدي إلى نتائج عكسية. فإن وضعت بكميات كبيرة فقد تبرز الخطوط الرفيعة وتجعل البشرة تبدو جافة وباهتة. استخدمي فرشاة كبيرة ذات شعيرات ناعمة لوضع كمية خفيفة من البودرة، وركزي فقط على المناطق التي تحتاج إلى تثبيت، كمنطقة تي زون، الجبهة والأنف والذقن. تجنبي وضع البودرة بكثافة على كامل الوجه، خاصة تحت العينين، لأنها قد تبرز الخطوط الرفيعة وتظهر منطقة تحت العينين بمظهر متعب. البودرة صديقتك في تثبيت المكياج، ولكن لا تجعليها عدوك في إخفاء جمال بشرتك. Chapter 5: الآيلاينر، إبراز لا إخفاء. الآيلاينر من أدوات المكياج السحرية التي تبرز جمال العيون وتعطيها سحراً خاصاً. لكن إذا كان الآيلاينر عريضاً جداً أو غير متساو بين العينين، فقد يفسد جمال العيون بدلاً من إبرازها. للحصول على آيلاينر مثالي، ابدأي برسم خط رفيع قريب من خط رموشك العلوية.
وإن احتجت إلى تعريضه، قومي بذلك تدريجياً وبحذر. وإذا أخطأت في رسم الآيلاينر، لا تقلقي. استخدمي قطنة مبللة بمزيل مكياج العينين لتعديله دون إزالته بالكامل. تذكري، الهدف من الآيلاينر هو إبراز جمال عينيك، وليس إخفائها خلف خطوط سميكة أو غير متساوية. Chapter 6. أحمر الشفاه، لون يناسبك لا يغيرك. أحمر الشفاه هو لمسة سحرية تضفي إشراقة خاصة على إطلالتك، لكن ليس كل لون يناسب الجميع. بعض الألوان قد تجعل البشرة تبدو باهتة، بينما تضفي ألوان أخرى إشراقة ونضارة. لذا من المهم اختيار لون أحمر الشفاه المناسب للون بشرتك. إذا كانت بشرتك فاتحة، فالألوان الوردية والنيود والثمارية ستناسبك. أما إذا كانت بشرتك داكناً، فالألوان الدافئة كالأحمر والبنفسجي والبرونزي مثالية لك. تذكري، أحمر الشفاه هو وسيلة لتبرزي جمالك الطبيعي وليس لإخفائه. Chapter 7. الهايلايتر، إشراقة لا لمعان زائد. الهايلايتر من أدوات المكياج التي تضفي لمسة جمالية على الإطلالة، فهو يعطي لمعة جميلة تبرز ملامح الوجه. لكن كما تعلمين حبيبتي، المبالغة في أي شيء تفسده، فإن وضع الهايلايتر بكمية زائدة فقد يجعل الوجه يبدو دهنياً بدلاً من مشرق. لذا ضعي الهايلايتر بخفة على أعلى الخدود وأعلى الشفتين وطرف الأنف وعظمة الحاجب، وتجنبي وضعه بكثافة على كامل الوجه، خاصة إذا كانت بشرتك دهنياً. استخدمي فرشاة ناعمة ذات شعيرات متفرقة لوضع الهايلايتر، وابدئي بكمية صغيرة ثم زيديها تدريجياً حسب الرغبة. كوني متألقاً كالنجمات، ولكن بتوهج طبيعي وجذاب. الرموش الصناعية هي حيلة جمالية رائعة تضفي كثافة وطولاً على الرموش، لكن إذا كانت طويلة جداً أو ملصقة بشكل غير صحيح فقد تصبح غير طبيعية وتثقل العين. لذا عند اختيارك للرموش الصناعية، احرصي على أن تكون قريبة من طول رموشك الطبيعية، وأن تكون ناعماً وخفيفة على العينين. وقبل لصقها، قصي الرموش حسب طول عينك، واتركي اللصق يجف قليلاً قبل تثبيتها لتبدو طبيعية أكثر. كوني واثقاً من أن الرموش الصناعية ستعزز جمال عينيك ولن تخفيه. سواء كان الفاونديشن أو الكونتور أو ظلال العيون أو أحمر الخدود، فإن الدمج هو سر المكياج الناجح، فهو يساعد على دمج ألوان المكياج مع بعضها البعض بشكل سلس ومتجانس، ويعطي البشرة مظهراً طبيعياً غير مصطنع. استخدمي إسفنجة رطبة أو فرشاً ناعماً لدمج المكياج، وابدئي من مركز الوجه واتجهي نحو الخارج بحركات دائرية خفيفة. لا تنسي دمج الفاونديشن بشكل جيد عند خط الفك وعند خط الشعر لتجنب ظهور أي خطوط فاصلات. كوني فنانة في دمج المكياج، واحصلي على إطلالة طبيعية تبرز جمالك الطبيعي. من أسوأ العادات التي تدمر البشرة هو النوم بالمكياج، فذلك يؤدي إلى انسداد المسام والتهاب البشرة وظهور الحبوب وبهتان الوجه. لذا احرصي على إزالة المكياج قبل النوم بغسول مناسب لنوع بشرتك، ثم قومي بترطيب بشرتك بكريم مرطب للحفاظ على نضارتها. وإذا كنت تضعين مكياجاً ثقيلاً، فاستخدمي مزيل مكياج خاصاً بالعيون والشفاه لإزالة المكياج الخاص بهذه المناطق بشكل كامل. تذكري، بشرتك تستحق منك العناية، وإزالة المكياج هي أهم خطوة للحفاظ على صحتها ونضارتها. وإلى هنا نصل إلى نهاية فيديو اليوم. أتمنى أن تكونوا استمتعتم به واستفدتم من النصائح التي قدمتها لكم. تذكري دائماً أن الجمال ينبع من داخلك، وأن المكياج هو مجرد أداة لتبرزي هذا الجمال لا لإخفائه. لا تنسى الاشتراك في القناة
وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديدنا، وأخبريني في التعليقات عن أكثر خطأ كنت ترتكبينه في المكياج وكيف تجنبته بعد مشاهدة هذا الفيديو. أحبكن كثيرا وأراكم في الفيديو القادم.